أهلا بيكم في حلقة من حلقات الناس الحلوة. الناس الحلوة النهاردة بنفسهم هياخدونا رحلة معاهم في الفيوم. اهي قرية اهي. رحلتنا النهاردة في أجمل مكان في الفيوم، قرية تونس. وأجمل مكان في قرية تونس متحف الكاريكاتير. احنا في ضيافة عيلة الفنان محمد عبلة. Herzlich willkommen in unserer Karikaturmuseum. أهلا وسهلا بيكم في المتحف الكاريكاتير. الفنان محمد عبلة لو الواحد عمل عنه كل يوم حلقة هيلاقي جديد، لأنه غير متوقع لا على المستوى الفني ولا على المستوى الإنساني. لكن أنا عايزة أفاجئكم بقى وأقول لكم إن الحلقة النهاردة عن كريستينا عبلة، الست أم إبراهيم. الفنان محمد عبلة من مصر وإنتي من سويسرا، إزاي تم التعارف وبعدين الزواج؟ أنا في سنة دي كان عندي عملية في ركبي، فما سافرتش خالص، وأنا بحب أسافر أصلا. فقررت في الآخر على آخر السنة كده أنا هسافر للكريسماس لألمانيا في الشمال خالص خالص مع واحدة صاحبتي وأركب القطر. في الفترة ديت كنت في النمسا بدرس، وكنت راجع من النمسا مقرر ان انا هسيب اوروبا كلها، هروح يعني. اكتفيت يعني، مش عايز اتعلم حاجة تاني، مش عايز اعرف حاجة تاني، خلاص كفاية كده. فانا ركبت القطر رايح المانيا اجيب حاجاتي وارجع مصر. قررت اخد القطر، والقطر من سيورخ للهانوفر بياخد تقريبا 8 ساعات. فانا رحت ركبت القطر مع صاحبتي، وطبعا رحلة طويلة واحنا بنكلم وسحينا، فروحنا قلنا نروح نشرب قهوة. فدورنا على القهوة في القطر في مكان معين في قهوة، ولما رجعنا لقينا في راجل عاد في نفس الكومبارتمنت بتاعتنا، وفوقيه في رولة كده فيها صور، وبيقرا جورنال عربي. فانا من زمان عاوزه اتعلم عربي، فانا بصيت له كده. بصيت لها كده، حسيت ان فيها شبه من امي. ده القصة كلها يعني. سألني انت منين، قلت له في سويسرا، من سويسرا، وسألني في كام عدد السكان، وبعد كده قال لي ان هو سأل علشان عارف ان في مكان له ولا لا. وسالتها بعفويه اذا كانت عايزه تتجوزني او توافق تتجوزني. كنت ما اعرفش، كنت بهزر وكنت بتكلم جد، ما اعرفش يعني. فهي قالت لي لا طبعا انا ما اعرفكش. فطلعنا من القطر، شربنا قهوة مع بعض، وخدت تليفونه في ألمانيا وهو ماشي وخلاص، احنا مشينا برضه. تمام، قلت لها طيب ده تليفوني في المانيا، ولو جيت مصر في اي وقت اي حد في الشارع يسالني محمد عبله هيجي. تمام. ف انا طبعا ما كانش حد يعرفني، حتى يعني جيراننا ما يعرفونيش اساسا يعني، مش مصر كلها. تشاء الظروف الاقدار ما اعرفش ايه اللي بتاع. هي كان في رحله في سويسرا لمصر، كانت رحله رخيصه، فهي وواحده صاحبتها وكام حد كده اصحابها يعني قرروا انهم ياخدوا الرحله الرخيصه بتاعت مصر دي. فهي ايه بالسذاجه يعني طبعا نزلت وقالت ايه هسال مصر كلها عن محمد عبده. بس فسالت واحد كانوا في خان الخليلي اشتروا او راح يتفرجوا على خان الخليلي، كانت الرحله فيها خان الخليلي. فقالت له تعرف واحد اسمه محمد عبد الله؟ لا طبعا انا عارفه كويس جدا. المهم قعد يلففهم ساعتين في خان الخليلي ويبيع لهم برد ويبيع لهم نحاس وبتاع، وفي الاخر طلع يجري. فسيبنا في وسط الخان خليلي، واحنا لفينا على ما رجعنا في اول الحسين تاني. وبعدين قلت بقى اعمل ايه، انا مش عارفه مكان، لازم اسال. فبدأنا من الاول جديد. فهي قعدت تزعله بقى، انت ما عندكش ذوق. خلاص مش عاوزين، امشي. بس فالراجل بتاع القهوه كان قهوه الفيشاوي يقول لها في ايه؟ فقالت له الحكايه. قال لها طيب هو محمد عبله ده شكله ايه؟
قالت له يعني طب بيشتغل ايه؟ قالت له هو بيرسم. قال لها طيب انا هبعت معاكي ولد هيوديكي ان شاء الله هيبقى هو يعني. بس فبعتها، فجت كنت انا بعتها المرسم بتاعي، فانا شفتها من فوق قلت يا رب انا شفت الوش ده فين قبل كده. فنزلت قلت لها ايوه مش قلت لك هتتجوزيني؟ قالت لي لا احنا في رحله. قلت لها بلا رحله بلا بتاع. فقلنا تاني يوم هنتقابل عند المتحف المصري مم. اللي في التحرير، وقلنا وقت كذا ومش عارفه ايه. وصلنا مفيش اي محمد. قعد 4 ساعات فجاء محمد قال ده انا ما نمتش طول الليل ومش عارفه ايه وانا اسف ومش عارفه حكايات كده. فكده بدأت الحكايه. قلت لها بصي انتوا صاحبتك ده روحوا هات الشنط بتاعتكم، واخدتهم على بيتنا في المنصوره هي وصاحبتها. قلت بقول لابويا بقى دي انا هتجوزها. قال هتتجوز ايه؟ تعرفها منين؟ مش جايز امها رقاصه. قلت له بصراحه ما جاش في بالي بتاع امها رقاصه ديت، بس وماله لو امها رقاصه مش عيب. قال لا ازاي ما ينفعش، لازم تسافر بلدهم وتشوف اهلها. ورحت سويسرا وشفت اهلها واتجوزت. خلاص ده اللي حصل يعني. طلع باباها فنان يعني طلع بقى استاذي في الكليه. انا قدمت في الكليه عشان اخد فيزا، فقدمت على دراسه في الكليه، فطلع هو بيدرس بس ما كانتش قايله لي يعني. بس وما كانتش رقاصه، كانت دكتوره بتاعت علاج طبيعي وحاجات كده. اول يوم جيتي مصر وعرفتي ان انت هتعيشي في مصر، احساسك كان ايه وانت جايه بالطياره كده؟ وقعدتي فين؟ وبدات الرحله في مصر ازاي؟ اولا انا ما جيتش بطياره. هي كانت مغامره. احنا اشترينا عربيه علشان يعني عارفه من زمان كان في بيجو اللي صبا راكب بيجو 504 تهيالي حاجه زي كده. فاشترينا العربيه دي، محمد كان عارف ناس اللي بيعملوا مع العربيات، فقلنا هنشتري العربية ده وبعدين هنبيع في مصر، وده يعني بيكلف الرحلة. فكان ساعتها كان في مباراة من فينيسيا على اسكندرية، يعني من فينيسيا إيطاليا على بيريوس في يونان على اسكندرية. معلش انتوا جيتوا بالعربيه من سويسرا؟ اه سايقين ولا؟ محمد سايق. سايق من سويسرا لاسكندريه؟ المشكلة في سويسرا في جبال كتير جدا، وانا فاكرة قوي وصلنا فوق جبل وكان يوم الحد، فما فيش اي ميكانيكي فاتح. فوصلنا فوق كشفنا الفرامل مش بيشتغل. يا خبر. حاولنا نلاقي اي ميكانيكي مفيش. قلنا يلا بقى هوصينا. محمد قال يلا مش مشكلة. أنا طبعا خايفة شوية بقولت يلا، هو بيقول يلا ما أنا سلمت حياتي عليه هنشوف ايه اللي بيحصل. فمشينا وتأخرنا طبعا واحنا بندور على ميكانيكي. فوصلنا يدوب في مينا في فينيسيا قبل ما المباراة تطلع. فتتركبي مع العربية على سفينة وبعدين السفينة تمشي معاكي ومع العربية. وصلنا المينا في اسكندرية وأنا ساعتها كنت بلون صوف بالألوان طبيعي وفي كيماوي بتحطي علشان الصوف بتاخد الألوان، فده عاملة زي بودرة بيضة. فوصلنا في وانا طبعا تايه خالص مش بركز ومش عارفه الحاجات دي. اول صندوق انا قلت افتحوا اي حاجه غير ده. اول صندوق فتحوا طبعا دي وقالوا ايه ده بودره بتشوفوا يعني ده اكيد مش هحطه كده ومش بكميه دي وانتوا شايفني ومش عارف. كان عندي شوكولاته سويسرا بقى احلى شوكولاته في العالم، فكان عندي قلوب كده فديت لكل واحد قلب ويقول له لا ده اكيد مش كده وده يعني كذا كذا كذا، وفهمتهم الموضوع فكلوا شوكولاته وقالوا خلاص يلا مش مشكله كملوا.
فوصلنا القاهرة، ومحمد بيقول لي ده انا لقيت شقة جميلة جدا وهم هبيضوا. يعني صحيح ما كانش في مية وما كانش في نور، بس هم قالوا على ما تيجوا هنرتب وده كله تمام. ده كان في انهي مكان؟ ده في في الحرانية. الحرانيه يعني اللي جنب الهرم، قريب للهرم. وكنا فعلا من شباك الحمام كنا بنشوف الهرم. ده كانت طبعا حاجة جميلة. وصلنا هرانية طبعا الشقة ولا اتعملت فيه أي حاجة خالص، وكان في مية بس مش في البيت، يعني 10 متر كده قدام البيت أو 20 متر كان في ترومبة. فالست البايظة دي اللي كانت بتشتغل مدرسة في سويسرا ومش عارفة ايه، جت مصر وعرفت تعمل ترومبة. وكانت عندها رسالة في البيت أنا بقى. فأنا قاعدة على التشت وعندي الهدوم، وسويسرية بقى عاوزة كل حاجة تبقى تمام ونظيف ومش كده، وكنت بعيط علشان ما يطلعش نظيف، ما يطلعش أبيض، مش عارفة ايه، ومش عاوزة استعمل مية كتير علشان أشيل كل المية اللي أنا بستخدمها. أنا كل ما أطلع من البيت في الهرانية أنا كنت متعودة بلبس فساتين وبلبس واسع وما فيش مشكلة في كده، بس برضو كل ما بطلع مش لابسة وشارب وكده، في 20 أولاد ورايا ماشيين ورايا وبيقلدوني، ماشيين زي أنا ماشية وبيقولوا كلام الحمد لله ما فهمتش لسه وكده. فأنا فاكرة أول مرة وصلت ناحية تاني لسبة، ففي ولد رمي علي طوبة، وبعدين كان في ولد من ناحية العزبة بتاعتنا اسمه أسامة، أنا فاكرة اسمه. واقف كده وقال ايه انت ترمي عليها طوبة ليه، دي من عندنا سيبها ومش عارفة. ودي كان آخر مرة يعني ما حصلش تاني. دافع عنك أسامة. دافع عني وهم سابوني وبس. بعد الحرانية جم هنا على الفيوم، والحكاية دي كمان كان وراها صدفة. شوفي يا ستي، حكاية الفيوم كانت احنا كنا نحلم اصلا لما جينا مصر ان احنا نبني بيت، وكنا بنحلم هنبني بيت جنب سقارة. فلقينا في هرانية الموضوع مش ماشي، في سقارة مش ماشية، فجيت صدفة، مش صدفة يعني، جيت واحدة صاحبتي اللي كنت قريبة قوي معاها وكنت ساكنة معاها في سويسرا، كنا الاتنين مدرسين. فهي صاحبة ابن خالها كانت اتعلمت الفخار عند إيفلين بوري اللي مشهورة طبعا جدا في تونس. فقالت أنا جبت هدية من باربرا للإيفلين لازم هنودلها. فمحمد يقول يا تونس يا خبر، لا ده صعب وده في مواصلات صعب وانا هاجي معاكم. فطلعنا احنا 3 علشان هنيجي تونس وندي الهدية للإيفلين. واحنا ندي الهدية للإيفلين شايفين يا ده المكان جميل جدا، والبركة بتاخد المنظر والجبال ناحية تاني البركة، وده فيه طبيعة حلوة قوي، ما كانش فيه كل المباني اللي موجودين دلوقتي. وإيفلين وميشيل نفسهم عندهم بيت مبنية من ادوبي يعني من طينة يعني طبيعي. واحنا برضو كنا معزومين عند حسن فتحي المهندس المعروف المصري، وعنده في لوكسور جنب لوكسور في الناحية التاني بار التاني في الأقصر في كورنا، وقعدنا يومين عنده في البيت وحبينا البيت قوي قوي. فجينا هنا وشوفنا إيفلين وميشيل بنوا بالطريقة دي بنفس طريقة حسن فتحي. حسن وميشيل برضو مهندس فرسم لنا البيت يعني زي ما احنا عاوزين ويظبط فيه شوية. يعني انت لما جيتي هنا قررتي ان انتوا تعيشوا هنا؟
احنا يعني محمد اللي هو دايما سريع قرار، يعني شاف المكان وقال يا ده حلو قوي هنشتري ارض، وكان الارض ساعتها مربع يعني كان ب 2 جنيه او حاجه زي كده، فقلنا اه بس ارض بور بقى كله. فقلنا خلاص هنبتدي ونشتغل. وفي الأول كنا احنا نعمل البلوكات بنفسنا ونشتغل بنفسنا في البيت، يعني كنا لسه صغيرين عندنا طاقة وعندنا وقت وما كانش عندنا فلوس كتير قوي. اللي يشوف تونس دلوقتي ما يشوفهاش زمان. زمان كان الوضع مختلف، ما كانش فيه كهرباء وعدد السكان قليل، لكن كان الجيران لبعضيها. علاقة مع الجيران يعني كانت كويسة. يعني انتي تعرفي المصريين بيحبوا يجمعوا وبيحسوا ستات، يعني ما بيشجعين قوي، مش عاوزين يقعدوا لوحدنا. انا فاكرة الليلة دي محمد قرر يسافر واحنا قلنا منوش للحد، هو بيسافر وانا هقعد في بيت لوحدي مع ابراهيم وما حدش يعرف. فكرنا انا قاعدة بالظبط ربع ساعة حد يخبط على الباب، يا ام ابراهيم انت لوحدك مش عاوزة حاجة؟ لا لا شكرا شكرا يا ابو احمد انا كويسة جدا صدقني، ابعت لك مراتي؟ لا 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 انا تمام الحمد لله. ابو احمد ماشي، كمان ربع ساعة توك توك توك، يا ام ابراهيم ابعت لك اختي انت لوحدك؟ احنا شفنا استاذ محمد سافر، تعرف مش محتاجة حاجة والنبي يقولي لي. لا انا شكرا انا تمام خالص. الاكل، يعني كلميني برضو عن الاكل. ايه الاكل اللي جبتيه معاكي وحبوه هنا، وايه الاكل اللي انت حبيتيه هنا؟ انت بتطبخي ايه بالظبط، مصري ولا سويسري؟ قالين اي حاجة. اولادي بياكلوا كل حاجة ومحمد الحمد لله برضو بيحب كل حاجة، لكن المصريين ما بيحبوش ياكلوا كل حاجة، يعني في قليل بيجربوا كل حاجة، مش كل المصريين يعني. فده ممكن هصي انا اتعلمت من حماتي طبعا اطبخ الاكل المصري وازاي وكده يعني. ده مش علشان بحبك ده بس علشان علشان الصورة بس. انت عشان بعد الاسماعيليه ده انت مش بتحبيه بس، انت بتحبيه جدا كمان. انت شاطره في ايه بالظبط؟ يعني اكتر حاجه تقولي مصري بقى انا بحبها، ولو رحت سويسرا تعملها لهم هناك. انا في سويسرا بعمل محشي، انا في مصر ما بعملش كسل. عندي اصحاب يعملوا لي وبيعملوا احسن مني اكيد. زواجك من فنان، احكي لي بقى الفرق ما بين التعامل مع بابا والتعامل مع الفنان محمد عبده. الحمد لله في اختلاف شوية. يعني أبويا أنا فاكرة من أول ذكرياتي هو عاوز يرسم بورتريه مني، فأنا قعدت كده هو على الترابيزة بيقول بصي يمين شوية بصي شمال شوية أيوة كده متحركيش عينك، وأنا بعمل كده. طفلة بقى 7 سنين، خلاص يا بابا بس متحركيش. فالحمد لله محمد بيرسم بسرعة، بيقولوا حركي براحتك وانا برسم يعني، فما فيش المشكلة دي خالص، وانا ما هسيتش كمان لما رسمني ولا اي حاجة، فده كان حاجة مميز قوي يعني. بحب مثلا يقولك انا هدخل ارسم محدش يدخل اقفلوا الباب عليا. عنده فترة في الأول اللي هو قلقان قوي بيدور على فكرة جديدة ويبقى عصبي صراحة قوي وما تعرفيش تكلميه قوي، فعادي يعني. أنا في الأول طبعا حسيت أنا غلطان وأنا عملت إيه وما عادش تحبيني والحكايات دي. بعد كده اتوهت قلت دي فترة وتعدي يعني. في رحلة الحياة أحيانا الواحد بيقف كده ويسأل نفسه، يا ترى لو اتعاد بيا الزمن هختار نفس الحياة؟ إيه؟ شوفي انا مقتنعه الحياه زي ما حصلت يعني ده قدر ونصيب يعني مهما كان، وانا كمان مبسوطه يعني من حياتي، يعني مش حاجه ممله ولا حاجه وحشه يعني. جربنا حاجات كتير وعملنا حاجات كتير يعني عدت، وفي حاجات كويسه وفي حاجات صعبه، لكن الحمد لله يعني خير يعني كويس.
إن هي استحملت بقى الحياة، لأن أنا أصلا الفنان حياته صعبة، وأنا ما عمري ما توظفت يعني، أنا طول عمري فنان حر كده، فدي صعبة شاقة جدا. فهي استحملت الحياة، يعني عشنا حياة صعبة في البداية ما فيهاش أي نوع من الرفاهية. وهي ما كانش لها طلبات، كان أجمل حاجة إن هي فعلا طلباتها قليلة جدا، وبتقدر المواقف وبتقدر الناس وعندها القدرة إن هي تعمل من حاجات بسيطة تعمل حاجات كبيرة. هي عندها سحر تاني، بس إن هي بتديكي إحساس إن هي مش معتمدة عليك، يعني ما ادتنيش إحساس إن هي عالة في أي حاجة، يعني هي تقدر تتصرف وتتحط في موقف تتصرف. يعني أنا كنت بسافر كتير وهي موجودة في مصر واسيبها لوحدها، كنت اجي الاقيها زي الفل، اتعلمت عربي اكتر، مش عارف ايه كده يعني. آه ما ما تشتكيش، ما تحسسكيش ان الدنيا حصل فيها كارثه ولا فيها بتاع. تمام. هقول لك على حاجه من الحاجات المهمه جدا في العلاقات، فكره الاحترام ديت اهم حاجه في الموضوع، انك انت تحترم اللي معاك وهو يحترمك. فكرة الاحترام ديت بتمنع كل المشاكل، يعني عشان حد بتحترمه فبتخاف على مشاعره، عشان حد بتحترمه ب... بت... لما بتحترمه بتحترم أفكاره وآراءه. يعني لما تقول لي حاجة ببقى مستمع عشان بحترمها، لأن هي يعني بنفس الحكاية. يوهو، مية مية. اتفضلي. بتقولي ايه في النهايه كده تحبي تقولي ايه الاستاذ محمد عبله؟ محمد أقول طبعا أنا اتشرفت جدا أنا عشت معاك وتدتني عمري، يعني ادتني وقت من عمرك وعشنا مع بعض وتعلمت حاجات كتير منك، يعني زي ما أكيد أنت علمت مني برضه. لكن شرفت وشايف إن هو فنان عظيم فعلا، مقتنع قوي بفنه. وتفضل كريستينا رحلة محبة من سويسرا للحرانية للفيوم. Tornato il maggio accanto del cucù, 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 l'aprile non c'è più, è ritornato il maggio accanto del cucù.